السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنكمل معكم الجزء الثاني والاخير ديال قصه الشيفور والجن. المهم بديت مشيت للخدمه ديالي وتمينا غاديين انا والمساعد ديالي في الترونسبور، وحسيت براسي بلا مزيان، حسيت براسي غنرجع لخدمتي بخير وعلى خير. المهم داك النهار على عندنا الرحله الطوال، كنطالقوا من 5 الصباح، والمهم كنت مرتاح وكاع القدرات العقليه ديالي بخير وعلى خير، رجعت ليا بخير وعلى خير. بقينا غاديين تبدا تيطيح الظلام، ما شفت حتى شي حاجه وما وقعت ليا حتى شي حاجه غريبه. دقه وحده غيدير الترونسبور واحد الصوت بحال تقول شي حاجه لصقات في الرويضه. نزلت وهزيت معايا واحد البيل باش نشوف شنو داكشي لصق ليا في الرويضه. غنزلت راسي باش نطل ويبان ليا شي واحد كيطلع ليا من الجهه الاخرى ديال الترونسبور. انا تخلعت، فهمتي كان الشكل ديالو ماشي ديال البشر، مع ضرب فيه البيل كيبان ليا عينيه خارجين وتيبان ليا وجهو كاع مقشر. انا غوت بالجهد ورجعت للور. غينزل المساعد ديالي غيقول لي مالك اشنو بك، علاش كتغوت؟ قلت لي راه شفت شي واحد كيطلع ليا من الجهه الاخرى ديال الترونسبور. درنا بالترونسبور ما كاين والو، ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى شي واحد. طلينا من الجهات كلشي ما كاين حتى شي واحد. المهم عاود طلعنا وكملنا الطريق عاوتاني، وانا كنسول في راسي واش عاوتاني غنرجع نهلوس عاوتاني من جديد وغيوقع ليا كيما وقع شحال هادي من جديد، ونشوف شي حوايج اللي ما كاينينش كاع، ما كيشوفوهمش كاع الناس. المهم داز شي ساعه تقريبا ولا ساعه ونص حنا في الطريق. الترونسبور غيوقف هاد المره بمره بسبب شي عطل ميكانيكي. المهم نزلنا وانا كنحاول نصلحو، ولكن داكشي كان خاصو الميكانيكي وكان خاصو الماتريال وواحد البياسه. المهم المشكل في الركاب اللي معانا، اتفقنا معاهم باش غيدوز شي ترونسبور نصيفطوهم، وافقوا وصافي صيفطنا بشويه بشويه تصيفطناهم تا هو الترونسبور. وداكشي اللي درنا وكملنا بخير وعلى خير. بقيت انا والمساعد ديالي بجوج. شويه تبان لنا واحد الطوموبيل دايزه، قلت للمساعد ديالي انت غتمشي معاه باش تجيب شي ميكانيكي وتجيب ديك البياسه اللي خاصها تبدل. انت واخا انا كنفهم في الميكانيك ولكن ما كانش عندي الماتريال وما عنديش ديك البياسه اللي خصني نبدل. وهنا بقيت بوحدي في الخلا وسط ديك الظلمه. يعني داك المساعد ديالي راه مشى على الاقل واحد الساعه ولا ساعتين، عاد يرجع عاد يجيب معاه الميكانيك ويجي. قلت انا علاش ما ندخلش نعس في الترونسبور، ولكن صراحه كان الحال سخون بزاف وكان الترونسبور سخون. وانا نقول قلت انا نطلع فوق الترونسبور ونعس. طلعت تماك ونعست باش ما يوصلونيش الحشرات، وكاينين العقار وكاينين الحناش. المهم نعست تماك، بقيت ناعس مرتاح. يلا غمضت عينيا وغنسمع شي حركات قدام ديال الترونسبور. طليت بشويه ويبان لي جوج الوليدات كيلعبوا صغار، كيدوروا بالترونسبور وكيلعبوا، واحد كيجري على الاخر ومعاهم واحد المراه تقدر تكون امهم واقيلا. قلت لهم شكون نتوما، اش كديروا تماك؟ ما جاوبونيش، ما جاوبني حتى شي واحد. هانتي هاد البلاصه غير الخلا والقفار، ما كاينش كاع الريحه ديال البشر وتا السكان ما كاينينش، ما كاين لا ديور لا والو، خاويه الدنيا. ديك المراه هي ووليداتها منين جاو الله اعلم، يعني كيبانوا عاديين. شافوا فيا دوك جوج وليدات وغنحس من وراها ضربني في ظهري. درت باش نشوف شكون، ما كاين حتى واحد. عاود درت عند جوج دراري باش نشوفهم، شي واحد غيدفعني من ورايا حتى طحت قدام الترونسبور. تجرحت في يديا في رجليا. المهم ما كنتش قادر لا نتحرك لا نهضر، بحال تقول ليلت كنشوف غير بعينيا كنسمع بودنيا. بالنسبه للمراه والدراري الصغار ما بقيتش شفتهم. شويه غادي يجي يوقف عليا واحد الشخص اللي غريب، ما انا ما قدرتش بصراحه ما قدرتش نميز الملامح ديالو. وبدا تيهضر معايا تيقول لي علاش قتلتي لي ولدي، علاش جريتيه ولحتيه بجنب الطريق. وبدا تيهددني كيقول لي غنطاقم منك، غادي نحمقك، غادي نمرضك نفسيا، غادي تبقى تشوف شي حوايج اللي ما كيشوفهمش الناس العاديين. حتى تنهار وتعذب وبقى كيعاود ليا من جديد علاش قتلتي لي ولدنا، علاش جريتيه وسط الطريق، وحتى الاخر. وبدا كيهددني. المهم وكانت كطلع منه واحد الريحه يا لطيف، خانزه كريهه مجهده، كتحس براسك روحك غطلع ليك بديك الريحه. المهم بقى عليا بحال هكذاك حتى قرب يوصل المساعد ديالي. قال لي هاد الشخص الغريب اللي هو من الجين قال لي ها هو صاحبك جاي في الطريق، ها هو غيوصل دابا، ولكن انا غنمشي بحالي وعقل على هاد الشيء اللي قلت لك. وبصح نيت غير تحرك من حدايا وصل المساعد ديالي تماك عاد قدرت نتنفس من ديك الريحه، كانت غتقتلني ديك الريحه، كانت خانقاني. المهم شافني المساعد ديالي ملي وقف في الارض وقال لي اش كدير هنا، وعلاش وجهك صفر، وعلاش مجروح في يديك وفي رجلي. بديت كنعاود لي القصه كيفاش وها وقع، ولكن هو ما تيقنيش،
قال لي اسمع نقول لك راه 100% كنتي كتحلم ولا شي حاجه، كنتي كتهلوس، حنتي هاد الايام هادي راه كنتي كتشوف شي حوايج اللي ما كاينينش كاع اصلا. كنصحك تمشي تراجع شي طبيب نفساني ولا. قلت لي انا راه متاكد هاد الشيء اللي كنعاود لك راه الصح. قلت لي واش عقلتي على السيمانه اللي فايته فاش قتلنا داك الحيوان في الطريق؟ هذاك راه ما كانش حيوان، هذاك راه كان ولد من ولاد الجن، وهما دابا كينتقموا مني وبغا ينتقموا مني. المساعد ديالي بقى يضحك عليا وكيستهزأ مني، قال لي راه كتخرف يا مسكين. ونسيت ما قلت لكمش راه هو ما جابش معاه الميكانيك، حيت حتى شي واحد ما بغاش يجي معاه في هذا الليل، ولكن راه جاب معاه ديك البياسه اللي خاصه وشي ماتاريال باش نديبانيو باش نقربوا لاقرب ميكانيكي. المهم دازت تقريبا 2 سيمانات على هذه الحادثه. واحد الولد من ولادي الصغار غادي يموت بكسيده، كان خارج هو وامو اللي هي الزوجه ديالي، كانوا غادي للسوق وغادي فلت لها من يديها وهرب ليها وغادي يضربوا طوموبيل وغادي يتوفى في البلاصه. ولدي الاخر كان كيمرض بزاف، ما كيبرى من مرضى حتى كتجي ليه مرضى اخرى ما كيبرى. وبالنسبه لمراتي كانت فين ما حملات كيخسر ليها بنادم، فين ما حملات كيخسر ليها. وانا ما عرفتش صراحه هذا الشيء اللي وقع ليا واش بسبب الجن، بسبب الانتقام ديالهم، ولا داك الشيء من عند سيدي ربي. المهم ما عرفتش هذا الشيء منين جا، ولا هذا الشيء غير بلاء من الله، ما عرفتش منين جا. المهم كانت هذه القصه ديال هذا الشيفور هذا. بالنسبه للقصه راه حقيقيه ووقعت بصح، وهي بصح ما وقعتش في المغرب، ولكن راه قصه حقيقيه. والصراحه ما كرهتش نعرف الراي ديالكم على هذه القصه وكيفاش جاتكم، وما تنساوش تدعوا مع هذا السيد الله يهز عليه هذا البلاء، حيت صراحه قصه حزينه بزاف، وخصوصا هذه النهايه ديالها. وهانتوما هذه القصه كنتمنى تكون عجباتكم، واخا ما فيها اللي يعجب، وواحد اللايك وواحد كومون رائع من الراي ديالكم، وكنتمنى بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا بزاف.